ليه تالتة ثانوي فيلم رعب في حياتك؟ شوفي هو ليه كل مرة ما تقول لحد أنا داخل تالتة ثانوي يبصلك بصة كأنك داخل السجن أو رايح حرب أو رايح تنفذ حكم الإعدام في موسيقى إعدام ميت حواليك؟ تلاقي الناس بتقولك دي سنة مصيرية انسى فيها كل حاجة، انسى الخروج، انسى اللعب، انسى الموبايل، انسى النوم، بس افتكر حاجة واحدة بس وهي المذاكرة. الغريب إن أي حد بخلص تالتة ثانوي تيجي تسأله السنة كانت عاملة إزاي معاك؟ يقول لك إيه يا عم حرام عليك ما تفكرنيش. ما تفكركش بإيه يا معلم؟ أنت كنت جاي من تأبيدة ولا إيه؟ أصحابه بقى بيكونوا معايا. نوع بيقول لك أنا خلصت الكتاب كله، والتاني بيقول لك أنا لسه بقرا مراجع، وأنت بتكون قاعد محتار ما بينهم. وحرفيا أي حد في تالتة ثانوي محتاج له حد يقول له الحاجة دي. بجد عشان بيكون متضايق جدا وقرفان جدا والدنيا بايظة معاه وموديها شمال أوي. وكل الفيديوهات اللي بتظهر لك وانت في ثالثة ثانوي ازاي تجيب 99% في 4 خطوات، او ازاي تخش كلية طب او هندسة من غير ما تذاكر. طب ازاي طيب؟ ده كده الناس كلها بقت الدكتور مجدي يعقوب. بس الحقيقة تالتة ثانوي مش في مراوغ ولا حاجة، هي سنة بس محتاجة صبر، تنظيم لوقتك، وما تسمعش كلام الناس عشان كلام الناس هو اللي بيفوزك. وإن أغلب الخوف بيجي من كلام الناس مش من السنة. كل سنة في آلاف الناس بتعدي تالتة ثانوي وما بيحصلهمش حاجة. بس بجد بجد لازم تتوكل على الله في السنة دي وتجيبها من أولها لآخرها تركيز، تنظيم لوقتك وصبر وعزيمة وإرادة عشان تنجح وتفرح أهلك. على فكرة أنا فاضلي شهر وأخش تالتة ثانوي، والكلام ده كله أنا بقوله عشان تطمن أي حد داخل معايا. ويا رب أنا وأي حد داخل تالتة ثانوي السنة دي ربنا يوفقه، ويا رب الناس اللي بتمتحن دلوقتي ربنا يوفقها وينجحها. وبس كده. لو أنت خلصت تالتة ثانوي يا ريت تكتب لنا في التعليقات نصيحة عشان تساعد بيها الدفعة الجديدة. وبس كده. السلام عليكم.